جماعة احمد موسى قرر ان لازم 30 مليون بني ادم يموتوا عشان اقتصاد البلد يعيش. فحضروا نفسكم وشوفوا قرروا مين 30 مليون اللي لازم يموتوا. لما يكون البلد يمسكها شوية اسمهم ايه، العلام او الاسف، لا، عوالم. لما البلد يكون ماسكها شوية. عجبتني قوي جملة كده للشاركس اما بيقول له ايه رأيك في اقتصاد مصر، يتحل ازاي؟ رد عليه وقال له كل واحد يتحط في مكانه، كل واحد يشتغل، او كل واحد شاطر في حتة يشتغلها، فاقتصاد مصر هيبقى في حتة تانية، بس لو كل واحد في مكان. حرفيا احمد موسى ده مكانه السجن، والله عمرو اديب مكانه برضو الناس دي كلها مكانها السجن، واخد اموالها كامله مكمله. تمام. وطبعا البوب عارفين كلنا مكانه المفروض يبقى فين، بس ما علينا. المهم، فحضروا بس شوفوا مين اللي اولى من 30 مليون يموتوا. بيحضرونا يعني، بيقولوا لنا لك الله يا مصر.